الحكم يعطي ضربه جزاء لفريق الرجاء. كان قريب الحكم، كان قريب من العمليه. يمكن نقول الرجاء تلعب بالروح وبالقلب في الجوله الثانيه. سيناريو غريب في هذه المقابله، مقابله تحبيس الانفاس. الحكم اذا قلت الحكم حرمنا من هدف ديال الحكم التونسي محمد سعيد الكردي. هنا نشوف بالفعل عرقله واضحه، عرقله واضحه لعلي با معمر، والحكم كان شجاعا. يمكن نقول الحكم كان شجاعا، ندلهم انطلق هنا اوبستريكسيون، هنا اعتراض وضربه جزاء تجي في وقت انتحاري، تجي في الدقه 93 لتحبيس الانفاس. غريبه امور كره القدم، غريبه امور كره القدم. وكما قلت حرام الرجاء تنهي المقابله باي نتيجه، على الاقل تكون على الاقل تعادل، نتمنى ذلك. خضيريه من سينفذ اظنه عادل الكاروشي. لحظه تحبيس الانفاس. الرجاء تعود من بعيد، حتى الطريقه باش تسدد ما استطاعش معلق صراحه. صعب جدا، وما غلوش الكاروشي لانه في وقت استراتيجي سدد بواحد، ولكن تابع. المهم انه تابع حتى الحارس الخضيريه مشى مع الكره، كانت مركزه بشكل صحيح، انما واصل بالرغم من المطارده ديال سفيان. كانوا رجال الرجاء في الجوله الثانيه، كانوا رجال. لا 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 هدفان داخل كل شبكه، ماشي غير في المركب الرياضي محمد خالد الدار البيضاء، ولكن هذه المره بملعب 8 ماي، ملعب النار والانتصار. انما الرجاء قومات وامتصت الجو الهستيري في الملعب، والمئات من مناصر الرجاء يتابعون هذه المقابله بفضول كبير وبهستيريا وبمؤازره مطلقه للفريق. يا له من سيناريو غريب ومثير. هذا قلت لا ثقه في كره القدم، وقال